اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وأسأل من الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم، وأن يقضي جميع حوائجكم، وأن يشافي الله مرضاكم، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن نرزق وإياكم حسن العاقبة إن شاء الله. احنا مستمرين أحبتنا في تقديم هذه الصلوات، وهذه الصلوات قلنا أنها صلوات مستحبة. بعض الأخوة يقول شيخنا واجبة. لا، منو قال واجبة؟ هذه صلوات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، صلوات مستحبة، صلوات الليالي. احنا هذه الصلاة صلاة الليلة 12 من شهر شعبان المبارك. هذه الصلاة في الإقبال أنه صلى الله عليه وآله قال: من صلى فيها 12 ركعة. 12 ركعة يعني 6 صلوات مثل صلاة الصبح، كل ركعتين بتشهد وتسليم مثل صلاة الصبح. النية: نويت أن أصلي صلاة هذه الليلة قرب لوجه الله تعالى. تقرأ في كل ركعة، يعني بكل ركعة، فاتحة الكتاب مرة واحدة، وألهاكم التكاثر 10 مرات. 10 مرات. زين، أجرها يا رسول الله. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلى هذه الصلاة غفر الله له ذنوب 40 سنة. ولا حد يستكثر على الله. كرم الله وعطاء الله ممدود، يعني حد ما إله. زين. ورفع له 40 درجة يا الله، واستغفر له 40,000 ملك، وله ثواب من أدرك ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأداء هذه الصلاة. وهذه البشارة الحلوة من الأخت العزيزة تقول: شيخنا أبشرك، قبل أنا راح أقرأ كما مكتوب. قبل حوالي شهر طلبت من حضرتك تندعي لي بالشفاء من مرض نسائي يحرمني من زيارة أهل البيت عليهم السلام بسبب عدم الطهارة. هذه كلامها. وبنفس اللحظة هي تقول الأخت العزيزة: رديت علي وكتبت لي إن دعيت لك، بس واظبي على زيارة عاشوراء. وأنا وصيتي هذه، وأنا أكرر: من له حاجة، أي حاجة، أي حاجة، يقرأ زيارة عاشوراء 40 يوم تقضى الحاجة، والله تقضى إن شاء الله. فتقول: بديت يوميا أقرأ هذه الزيارة وأتوسل إلى الله. هي تقول: والله ثم والله ما طولت يومين أو 3 أيام شفيت تماما من المرض، الحمد لله. أسأل من الله بحق الحسين الوجيه أن يشافي كل مريض، ويشافينا ويشافي مرضانا إن شاء الله. ناخذ لنا سؤالين. وهذه الأخت تقول: هل صحيح ما يصير الصلاة والقرآن، يعني تقول أنا أصلي بغرفة النوم وأقرأ قرآن بغرفة النوم وأضع كتاب الله في غرفة النوم، وتقول أنا ما عندي مكان آخر. زين، تقول صحيح ما يصير؟ منو قال ما يصير أختنا؟ منو قال ما يصير؟ يعني منو قال ما يصير؟ أنت تقولين يقولون، هم ذولا منو اللي يقولون؟ يعني شنو؟ ما صار أفهم. إذا تسمعون من هنا وهناك، هسه ما لنا شغل. احنا الفتيا تسمع من رجل الدين، مسؤولية علينا كبيرة جدا، لا حد يفتي بكيفه. من أفتى بغير علم كفر كفر كفر، فالكلام باطل. هل صحيح مشاهدة المسلسلات يا الله تبطل الصلاة 40 يوم؟ انتم منين تجيبون هالأحكام الشرعية؟ يعني منين تسمعون؟ عجيب والله عجيب. تسمعون تقول: هل صحيح مشاهدة المسلسلات تبطل الصلاة 40 يوم؟ يعني شنو؟ هسه وحدة مشاهدة المسلسلات، وأغلب المسلسلات، إذا مو كل المسلسلات طبعا غير الدينية، أغلبها هي يدخل فيها المحرم، إما موسيقى، إما عري، إما. زين، هسه اللي باوحن شنو علاقتها بالصلاة؟ طبعا الصلاة إن لم تنهى عن فحشاء ومنكر لا خير فيها. صلاة صحيحة ولكن لعله غير مقبولة لأن تشوفون حرام. زين، هسه تقول